متلتش مرة هتسمع صوتنا والأهلي نادي بلادي بلادي، هتقول تشجيع هنجيب ملايين، ده احنا الجماهير، احنا ملوك الحتاتي، احنا ملوك الحتاتي. الأهلي وبس ملك البطولات في مصر، الأهلي وبس ملك البطولات في مصر. وخدنا كاس ال38، خدنا كاس مصر ال38 من بيراميدز. ايه يا بيراميدز، كنت فاكر ان احنا هنسيب لك الكاس؟ كنت فاكر ان الاهلي هيسيب لك البطوله؟ ولا عشان دي اول بطوله ليك فكنت داخل بقلب جامد بقى ولا ايه؟ لا، ما بص، الاهلي عمل اللي ما اتعملش النهارده. احنا خدنا الكاس ال38 وبطوله تانية على بطولاتنا. ايوه يا اهلي، ايوه يا اهلي. الشحات يا سلام، حمدي فتحي يا سلام، كهربا يا سلام. انتهى الكلام، الاهلي انتهى الكلام، الاهلي خلص على الفرق. الاهلي في شهر رمضان اللبني والازرق خلاهم يا ليلة رد على المستبد. الاهلي خلاها ليلة حمراء على الزرق في شهر رمضان. من الهلال، من غزل المحلة، ومن بيراميدز نقول مين تاني؟ مين تاني يجي عشان نكسبه؟ يلا بقى يا شحات، يا شحات يا ملك الحركات، ومروان عطية، ومين تاني، والسولية، حمدي فتحي، وبيرسي تاو، وكهربا، كهربا يا كهربا، والشناوي، ومعلول، وهاني. يا ناس احنا كسبنا النهارده، خدنا كاس مصر، احنا الاهلي، احنا اللي كنا بنلعب 120 دقيقة في الملعب ضغط. احنا الاهلي اللي برغم بيراميدز النهارده كان نازل الملعب بيصارع. بيراميدز كان نازل كأنه فاكر نفسه في حلبة مصارعة، بس على مين؟ على الاسد، على الاسد، على الاهلي يا عم. لا طبعا، انت فكرك ان اول بطولة ليك هتاخدها على حساب الاهلي؟ تبقى غلطان. عيط، ليك حق تعيط يا بيراميدز، ليك حق تعيط يا بيراميدز. ما هو برضه مش كاس عادي، ده كاس مصر برضه، بس مين اللي خده؟ احنا الاهلي. والجمهور كان رقم واحد في الملعب. الجمهور، جمهور النادي الاهلي 120 دقيقة ملعلع الاستاد. يا ليلة رد على المستبد. ايه، مش بالتلاتة بس كسبناكم. انا كنت نفسي نكسبكم بالتلاتة، بس برضو خدنا الكاس منكم، ودي كفيلة قوي تخليكم ما تلعبوش لسنة قدام من كتر القهرة اللي انتوا فيها. دي كفيلة. يا شحات، يا مروان، يا عطية، يا شناوي، يا كهربا، يا رامي، يا ربيعة، يا عبد المنعم، يا ياسر ابراهيم، يا هاني، يا معلول، يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. مفيش حاجة ما عملتوهاش النهاردة. الله أكبر عليكم. 5 وخميسة في عين الزر والبيض، 5 وخميسة. مصر ما فيهاش غير الأهلي. لو جيت تبحث عن بطولات مصر، مين اللي في النادي اللي في مصر اللي بياخد بطولات هيجيب لك مين غير الأهلي؟ لو جيت تبحث وتشوف مين النادي اللي في مصر اللي مشرفها ورفع راسها وبيجيب لها بطولات، هيقول لك الاهلي، هيقول لك احنا، وهيقول لك جمهور النادي الاهلي اللي دايما واقف ورا النادي الاهلي. لو جيت افريقيا فبرضه هنتكلم عن النادي الاهلي. لو جيت في ملوك الصالات كلها، احنا ملوك الصالات، كرة اليد والسلة وتنس الطاولة والطايرة احنا، وكرة القدم مش هننساها. احنا عارفين ليه كل ده؟ عشان ادارتنا. عارفين ليه كل ده؟ عشان احنا عندنا ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب. احنا يا جماعة قطر راكب فيه اللعيبة وبيسوقوا مستر كولر وبرئاسة كابتن محمود الخطيب. فوزنا النهاردة والكاس
بنهديه لكابتن محمود الخطيب والجماهير النادي الاهلي. احنا قطر لعيبة الاهلي راكبين فيه، كولر بيسوقه بقيادة المعلم كابتن محمود الخطيب. 38 يا بيراميدز. كابتن محمود الخطيب انت عامل زي مسرح العرايس اللي بتحرك بيه كل اللعيبة. النادي الاهلي يعني ادارة النادي الاهلي عاملة زي ان هما بيحركوا لاعب عرايس بيلعبوا بكل الالعاب، طايرة بقى وسلة بقى وكرة قدم ونقول ايه تاني وتنس الطاولة. ايه يا جماعة الحلاوة والجمال ده؟ هنتكلم على فنيات النهاردة، هنقول ان كله كان اصابات، الماتش كله كان بالكوع وبالرجل، بس برضو الاهلي كسب. حاطين ايدينا على قلبنا في ماتش النهاردة، كام كورة كانوا هيوقعونا، كان ممكن يخلونا نتعادل ونوصل لركلات الترجيح، بس الاهلي قدها. الاهلي حتى لو الشناوي غلط بس عنده لعيبة تقف زي الجبل، محدش قدر ان هو يخترق منها. عندنا الشحات، عندنا مروان عطية، وعندنا حمدي فتحي وهاني ومعلول، وعندنا السولية، وعندنا كهربا، وعندنا بيرستاو، وعندنا خالد عبد الفتاح، وعندنا رامي ربيعة وعبد المنعم، وهي ليلة رد على المستبد. 38 من بيراميدز خدنا كاس 38. تعالوا كده بقى هقول لكم على بطولات الاهلي، مع اني مش محتاجه اقولها لان اكيد الفرق عارفينها. الاهلي بطل كاس مصر 38 مره، الاهلي بطل سوبر مصر، الاهلي اللي متصدر الدوري، الاهلي اللي صعد لربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، الاهلي اللي هياخد ال11 في افريقيا، الاهلي اللي هياخد الدوري، الاهلي اللي شاطح ما شاء الله عليه ما بيهموش ترماي، الاهلي دايس ما بيوقفش ما شاء الله على النادي الاهلي. هنتكلم على ايه ولا هدف ايه ولا حلاوة ايه؟ ومفيش هدف النهاردة في المباراة جه وحش. الاهداف جت النهاردة معلمة، وكور في الاول معلمة. يا شحات اي نعم كانوا ضاغطين عليك يا شحات النهاردة ومقفلين عليك ومش عايزينك تتحرك، بس برضو يا شحات انت عملت في المباراة كفاية. الكورة يا شحات اللي جت في صدرك اللي انت طلعتها دي لوحدها كفيلة تحطك تاني جوه قلوبنا وتخليك مربع اكتر جوه قلوبنا، دي كفيلة يا شحات. مروان عطية يا مروان انت كل مرة بتثبت انك فعلا تستاهل ان انت تلعب في النادي الاهلي. شكرا يا جماعة لكل الناس اللي في اللايف منورين والله. نقول ايه تاني؟ نقول مروان عطية وحمدي فتحي. بصوا انا لاعب النهارده انا كان نفسي ابقى في الاستاد. الشحات يا سلام، حمدي فتحي يا سلام، مروان عطية يا سلام، الشناوي يا سلام، السولية يا سلام، معلول وهاني يا سلام. كهربا انتهى الكلام، كهربا وخلص على الكلام وانتهى الكلام. واحنا الاهلي احنا صائدين البطولات، احنا النادي الاهلي نادي القرن، احنا النادي الاهلي اللي مشرف مصر. اسأل عن نادي تاني في مصر وقول مين عنده بطولات زي الاهلي، هيقولك علامة استعجاب، علامة تعجب، علامة استفهام. مين هيقولك؟ الاهلي فوق. يعني لما تيجي تبص ما لازم تطلع على سلم ايه ده؟ انت لازم تطلع بطيارة للسما عشان تعرف تشوف النادي الاهلي. وخدنا الكاس، ومتلتش مرة هتسمع صوتنا، والاهلي نادي بلادي. هتقول تشجيع هنجيب ملايين، ده احنا الجماهير، احنا ملوك الحتة دي، وكنا هازين الاستاد هز النهارده. متلتة شمال بنهز جبال، وبأعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير، فريق عظيم، هديله عمري وبرضه قليل. ايه يا اهل الحلوة يا اهلي؟
انت الله اكبر، انت معيد علينا من قبل العيد. انت يا اهلي معيد علينا من قبل العيد. انت يا اهلي في شهر رمضان مأكلنا كنافة وقطايف وحلويات وسمبوسة. بص، انت مأكلنا كل الحلويات في رمضان يا اهلي. انت مأكلنا الكنافة والقطايف والسمبوسة وقمر الدين والحلويات والشوكولاتات والبليلة. البليلة عاملة ايه؟ الرز بلبن عامل ايه؟ الزرق، طب ممكن نقول ايه؟ التوت عامل ايه؟ يا توت منور يا توت، تيجي تلعب معانا تاني؟ تعال والله تعال، والله المرة الجاية ما هخرجك غير بالتلاتة. مبروك علينا يا اهلي كاس مصر ال38. مبروك علينا يا اهلي البطولة والمباراة الصعبة قوي يا اهلي، بس احنا كنا قدها. واحنا النادي الاهلي، احنا نادي القرن، احنا النادي اللي بيشرف مصر، احنا بطل مصر، احنا ملك الصالات. الاهلي ملك الصالات. عشان كده مش صعب عليك خالص يا اهلي انك تاخد كاس مصر، مش صعب عليك يا اهلي انك تاخد افريقيا، مش صعب عليك يا اهلي انك تاخد الدوري. معلش يا رمضان يا صبحي، معلش يا رمضان يا صبحي، معلش يا عبد الله يا سعيد، بس احنا الاهلي. معلش يا رمضان، معلش يا عبد الله، معلش يا كل لعيبه بيراميدز، بس احنا الاهلي. روحوا ناموا واستغطوا كويس. ها، بصوا اقول لكم حاجه كمان، احكي لكم حدوته. كان يا مكان في يوم من الايام كان في مباراه يوم 10/4 الساعه 9:15 الاهلي كسبها. مباراه صعبه جدا بس الاهلي خرج فيها بيراميدز بيعيط، لعيبه بيراميدز بيعيطوا، وخلصت الحدوته. اظن انها حلوه ومش بنتوته. الاهلي توت توت توت، الاهلي ملوك البطولات، توت توت توت، الاهلي ملوك البطولات. كاس مصر 38 ملكنا بتاعنا، والاهلي مش هيسيب بطوله تانية. فكركم ان الاهلي هيسيب بطوله تانية؟ لا خالص، ولما هيسيبها البيراميدز. ساحل اسد اللهم لا حسد، ساحل اسد اللهم لا حسد. يا اهلي يا اهلي، ايوه كده يا اهلي، ايوه كده 11 راجل في الملعب. انا عايزه اقول لكم ان احنا كنا في الاخر خالص بنلعب ب10، بس هل اتأثرنا؟ ما تأثرناش. كان في اصابات كتيره، اتأثرنا ما تأثرناش، عشان تعرفوا ان الاهلي ما بيقفش على لاعب ولا على حاجه. الاهلي 11 راجل زي كلهم اسود في الملعب. بيراميدز انت لازم تعمل كده للاهلي، تضرب تعظيم سلام، لان ده مش فرقه عاديه من مصر انت بتلعبها، ده النادي الاهلي اللي معاه 38 كاس مصر يا بيراميدز. ها يا بيراميدز، والشحات يا سلام، مروان عطيه يا سلام، حمدي فتحي والسوليه يا سلام، كهربا انتهى الكلام، انتهى الكلام. كهربا يا كهربا يا كهربا، شحات يا شحات يا شحات، مروان يا مروان يا مروان. انتوا كنتوا بتعزفوا النهارده سيمفونيه، سيمفونيه بتتعزف النهارده من لعيبه النادي الاهلي. سيمفونيه النهارده كانت متلحنه من كولر، وكانوا بيعزفوها لعيبه النادي الاهلي. الله 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 على الفرحة اللي احنا بقينا فيها، والبطولات اللي احنا بقينا ناخدها 5 وخميسة في عين كل زرق، في عين كل ازرق ما بيصليش على النبي وما بيقولش ما شاء الله على الاهلي وعيون البيض. ها، خلوا بالكم بقى بعد كده، ها، لان ساحل الاسد اللهم لا حسد. يا رمضان يا صبحي، عبد الله يا سعيد، معلش تتعوض ان شاء الله، تتعوض بقى ان شاء الله، بس خلي بالكوا عشان ما تقعوش تاني مع النادي الاهلي. كولر يا سلام، كابتن سيد عبد الحفيظ يا سلام، اداره النادي الاهلي يا سلام، كابتن محمود الخطيب ثانيه واحده، انتهى الكلام، انتهى الكلام. تاني يلا تاني معايا كده، كولر يا سلام، كابتن سيد عبد الحفيظ يا سلام، إدارة النادي الأهلي يا سلام، كابتن محمود الخطيب انتهى الكلام، انتهى الكلام. انتوا ده كفيل لوحده ان هو يتحط في عين اي حد.
ده كفيل لوحده ان هو يتحط في عين اي حد، وشلته. والاهلي شال كاس مصر ال 38 خمسة وخميسة. وجماهير، مش محتاجه اتكلم عن الجماهير واقول ان ما شاء الله عليهم في الملعب، ما شاء الله عليهم 120 دقيقه بيشجعوا هتافات. 120 دقيقه جماهير الاهلي ما سكتتش رغم الصيام والتعب، والناس اللي كانت مسافره من محافظات وجت هنا. شكرا ليكم واحد، شكرا ليكم يا جماهير. بالروح والدم الكاس مش هيروح. ده الهتاف اللي احنا كنا بنقوله فعلا ما راحش. بالروح والدم الكاس مش هيروح، بالروح والدم الكاس مش هيروح. وخدناه ال 38 خدناها يا بيراميدز. يا ليلى رد على المستبد. يا ليلى الاهلي خلاها حمرة على اعدائه. انه الاهلي يا سادة، انه الاهلي اللي معاه 38 كاس مصر. انه الاهلي يا سادة اللي عنده جمهور يهز الصخر. انه الاهلي اللي مهما عملته فكركم هتاخدوا بطولة منه؟ لا طبعا. انه الاهلي اللي متصدر الدوري وهياخد الدوري ان شاء الله. انه الاهلي اللي صعد لربع نهائي دوري ابطال افريقيا وهياخد ال11 ان شاء الله. انه الاهلي، وكفايه اقول انه الاهلي دي لوحديها. احنا ملوك الصالات، واحنا ملوك كرة القدم، واحنا ملوك كل الالعاب. احنا الاهلي ملوك مصر وملوك كل الالعاب في مصر. احنا هم سبقوا بالاهداف في الدقيقه 72 ما سيبناهمش يفرحوا. الدقيقه 73 جبنا الجون، رزعناهم جون معلمه. جبتوا في 72 ادينا لكم في 73 بكعب كهربا. بكعب كهربا في الدقيقه 73. وغير كده هنتكلم تاني عن الاهداف. طيب نقول ان في هدف في الدقيقه 105 حمدي فتحي بأسست من الشحات والحلويات والبونبونيات والقطايف والكنافة واللطايف. قطايف ولطايف بيوزعوها علينا لعيبة النادي الأهلي النهاردة. يا أهلي شهر 4 ده يا أهلي، انت بتعيد علينا من قبل العيد يا أهلي. شهر 4 في عيد ميلادي انتوا مفرحيني. يعني أنا قلت، مش أنا قلت لكم يوم 7/4 إن عيد ميلادي يوم 7/4، بس أنا هحتفل بيه معاكم في اللايف لما نكسب وناخد الكاس يوم 10/4. سنة حلوة عليا وسنة حلوة على الأهلي، وإن شاء الله اللي جاي كله بطولات للأهلي. سنة حلوة عليا. أنا كده خدت هديتي، أنا كده مبسوطة، مش عايزة أي حاجة تانية. شكرا 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 لجماهير الأهلي العظيمة اللي كانت بتشجع النادي الأهلي النهاردة. شكرا لواحد من جماهير النادي الأهلي كان مسافر وجاء عشان يحضر الماتش في الاستاد. ان شاء الله الفزلوكة كنزي الأهلاوية هتروح الاستاد قريب، وهتلاقوني ايه كده اهو. بصوا المرة الجاية بقى ان شاء الله الفرقة الجاية اللي هنلعبها بال3 نعمل لكم كده بال3. الأهلي هيكسب ان شاء الله. التشكيل صح، التبديلات كلها صح بعكس اليو ديانج اللي لا مش قوي. نقول ايه تاني؟ كابتن محمود الخطيب حقيقي يا كابتن، انت ما شاء الله اداره ما شاء الله عليها. 5 وخميسة في عين الزر والبيض والبليله، ما شاء الله بجد. كولر انت حقيقي، انت من ساعه ما جيت يا كولر وانت عامل اعاده تدوير للاعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بقى نفسهم اظن خدوا حق كريم فؤاد واكرم توفيق، صح؟ اظن ان هم خدوا حقهم. رمضان يا صبحي، عبد الله يا سعيد، والباقي بقى مش عايزه اقول اسامي تانية ولا نقول، معلش تتعوض. هارد لك. خالد الغندور، الاهلي كسب وغلطت في توقعاتك. الاهلي كسب يا كابتن خالد الغندور وانت غلطت في توقعاتك. اقول ايه تاني؟ شكرا لكل الاعلاميين اللي قالوا ان الاهلي هيكسب. كابتن رضا عبد العال ده الاهلي، كابتن رضا عبد العال ده النادي الاهلي يا كابتن. بطل مصر هو الاهلي.
اعلى من بيراميدز يا كابتن. كابتن رضا عبد العال ده اعلى من بيراميدز بكتير، اذا كان فنيا، بدنيا، فكريا، تكتيكيا، بطولات واسم في مصر وافريقيا. النادي الاهلي اعلى من اي نادي. ما ينفعش خالص ان احنا نقول ان في نادي اعلى من الاهلي في مصر. احنا مش بنتكلم وبنطبل وخلاص، احنا بنقول بالمنطق وبالتواريخ والبطولات والجوائز. كابتن خالد، كابتن رضا عبد العال، توقعاتكم غلط. الاهلي كتب في التاريخ النهارده انه خد ال 38 الكاس، ال 38 من بيراميدز اللي انتوا قلتوا عليه اقوى من الاهلي. اقوى من الاهلي. مين ده؟ مين ده؟ ده عيطوا. احنا اللي خدنا الكاس واحنا اللي كسبنا. على ما اظن بقى يعني ما ينفعش تطلعوا بقى بعد كده الاعلاميين التانيين يطلعوا يقولوا بالحظ. حظ ايه؟ ده ماتش صعب، ده ماتش واخدينه ده بذكاء وتكتيك. احنا مخططين وكولر راسم خطه واللعيبه مشيت عليها وعملنا اللي علينا في الملعب، وقصاده خدنا الكاس ال 38 كاس مصر. احنا الاهلي، ودي كفيله ان احنا في اي مكان نروح نقول احنا الاهلي. دي كفيله، ومن التالتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير، فريق عظيم، هديله عمري وبرضه قليل. معاك يا اهلي على الحلوه والمر. اي نعم يا اهلي انك ما وريتناش مره لغايه دلوقتي يا اهلي، بس انا مبسوطه وفرحانه قوي بالتلاتة في عين اي حد. ما كسبناكمش النهارده بالتلاتة، تعالوا لنا الماتش الجاي ان شاء الله نكسبكم بالتلاتة، بس مش مهم التلاتة النهارده قد ما احنا خدنا منكم بطوله غاليه قوي. كنتوا فاكرين ان انتوا هتاخدوها؟ فاكرين ان انتوا هتاخدوا اول بطوله ليكم من الاهلي؟ مش هتقوم لكم قومه تانية يا بيراميدز. بس باي باي يا بيراميدز، هارد لك يا بيراميدز. نشوفكم ان شاء الله القرن اللي جاي باذن الله. باي باي يا بيراميدز، باي باي يا بيراميدز. نشوفكم ان شاء الله في المستقبل بعد 20-30 سنه كده. ها، باي باي. روحوا ناموا، خدوا لا مش قيلوله بقى، ناموا واستغطوا. ها بالتالتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال. احنا ملوك الصالات، احنا ملوك الألعاب وملوك مصر. احنا الأهلي ملك البطولات بس كده. احنا الأهلي وبس ملك البطولات في مصر. احنا الأهلي وبس ملك البطولات في مصر. شكرا للإدارة، وشكرا لمستر كولر، وشكرا لكابتن محمود الخطيب، وشكرا للاعيبة النادي الأهلي، وطبعا شكرا لجماهير النادي الأهلي. شكرا لكل جماهير النادي الأهلي، وشكرا لكل الناس اللي في اللايف، وشكرا لواحد من الإعلاميين كان بيشجع النادي الأهلي النهارده. شكرا لإدارة النادي الأهلي على المستوى الرائع من النادي الأهلي. جماهير النادي الاهلي اللي دايما اي استاد بيروحوا بيهزوه في الماتش. دايما اذا كان بنضغط او كنا نايمين شويه في الماتش ولا بنلعب ولا ما بنلعبش ولا اصابه، انتوا دايما هتافات وشغالين، انتوا بتشجعوا دايما. سلامات لرامي ربيعه والسوليه، الف سلامه عليكم. كده الناس اللي بتسال عبد المنعم مش هيلعب الماتش اللي جاي عشان الطرد اللي هو خده. بس كل اللي انا عايزه اقوله ان احنا وبس ملوك البطولات في مصر، وخدنا كاس ال 38 من عيونكم يا بيراميدز. يا بيراميدز، انا ما اظن ان انا وشي حلو مع الاهلي من ساعه ما طلعت لكم. والله اكبر، الاهلي عمال ياخد في بطولات ما شاء الله. ما بحبش احسد يا جماعه والله العظيم. يا اهلي تعيش وتفرحنا، يا اهلي تعيش وتاكلنا حلويات يا اهلي. وشهر رمضان ده انا مبسوطه منه. لايك وشير لللايف، عشان الاهلي يكسب. اللي بيحبني ما ينساش اللايك والشير لللايف علشان مشاهدات اللايف توصل لاكبر عدد من الناس، عشان الناس تشوفني، وعشان كل ما اللايف بتاعي
نشفته اكتر، كل ما هبقى مبسوطه اكتر. وكده انتوا قلتوا لي كل سنه وانتي طيبه يا كنزي باللي انتوا بتعملوه ده، وانا فرحانه. وشكرا يا اهلي. وال38 يا اهلي، الكاس مصر 38، وان شاء الله ان شاء الله الدوري، وال11 افريقيا لينا، وكل الالعاب، وفي كل احنا ملوك الصالات، احنا ملوك الصالات. كابتن محمود الخطيب تعظيم سلام ليك. الاداره النادي الاهلي كلها، كولر يا كولر، انت كفايه ان انا اقول عليك انك حقيقي مأكلنا كنافه وقطايف، وانك مدلعنا يا كولر، وعامل للعيبه اعاده تدوير. انت يا كولر مظبط حقيقي لعيبه النادي الاهلي بطريقه ان انت مخلي حتى اللي على دكه البدلاء لما بيدخلوا ما بيأثروش، مش بيأثروا، بالعكس دول بيلعبوا وبيضغطوا زيهم زي الاساسي. شكرا لكل إدارة النادي الأهلي والكولر والجماهير النادي الأهلي وللعيبة النادي الأهلي، شكرا جدا لكم. لما هم اعتذروا عن البطولة العربية وكاس الرابطة، حقهم، ما هم عشان مركزين، عشان عارفين ان هم في بطولات تانية ياخدوها أهم. قرارات كولر والإدارة صحيحة جدا. أنا مع كولر ومع كابتن محمود الخطيب ومع الإدارة. حقيقي انتوا قراراتكم كلها صح. تعظيم سلام للإدارة، تعظيم سلام للجمهور وللكولر ولاعيبة النادي الأهلي وكل احنا ملوك الصالات ولكل الألعاب. تعظيم السلام. احنا ملوك كرة القدم، احنا ملوك كرة اليد في مصر، في افريقيا، في كله. احنا ملوك الالعاب، الصالات او كرة القدم. احنا الاهلي وال38. الشحات يا سلام، كهرباء يا سلام، حمدي فتحي يا سلام، كابتن محمود الخطيب وكولر. انتهى الكلام. وال38 5 وخميسة في عين اي حد. ايوه كده يا اهلي، يا مدلعنا يا مشعلنا يا اهلي. بس ده كل اللي انا عايزه اقوله. شفتوني اتكلمت؟ شفتوني؟ مبروك علينا الكاس الغالي قوي قوي قوي، والبطوله الغاليه قوي. تعبت يا اهلي، وانت فعلا تستاهل الكاس يا اهلي، انت فعلا تستاهل. يا بيراميدز معلش حقكم عليا انا، ما انتوا برضو بتلعبوا مع الاهلي، يعني انتوا مش بتلعبوا مع، خلينا كده مش هنتكلم ومش هنقول اسامي، بس انتوا عارفين ان ده الاهلي. يعني انتوا لما تيجوا تلعبوا معاه، انتوا مش من الطبيعي ان انتوا هتكسبوه، مش من الطبيعي تسمعوا كلام المذيعين اللي بيقولوا ان انتوا كلامكم ان انتوا اعلى من النادي الاهلي. لا، احنا الاهلي اللي بيكسب اي فريق، والاهلي اللي ما بيسيبش بطولة غالية خالص تروح منه، وخصوصا لو اللي بلده مصر والافريقيا. هل ممكن يسيبها؟ لا طبعا، ده الاهلي. ومبروك عليك يا اهلي، مبروك عليك. ويوم 10/4 سجل يا تاريخ يوم 10/4/2023 الاهلي بياخد الكاس 38 من بيراميدز. الاهلي بياخد كاس 38 من بيراميدز ب2-1 الاهلي بيكسب. شكرا للاعلام اللي بيدي الاهلي حقه، شكرا للاعلام اللي حقيقي بيدي للاهلي حقه، واللي ما بيبخلش خالص انه يقول كلمة حق. لو عجبكم اللايف ما تنسوش تعملوا شير ولايك وكومنت كتير جدا. وبصوا، انا عايزه اللايف ده تكتبوا فيه اللي انتوا عايزينه، افرحوا. انا عايزه اشوف كومنتاتكم المفرحه، لان انا لما بقرا الكومنتات بتاعتكم بفرح جدا. مبروك يا اهلي ال38 يا اهلي، مبروك يا اهلي، بطوله الغاليه قوي. هارد لك لبيراميدز. ومعلش حقكم فعلا تعيطوا الصراحه، يعني انتوا فكركم هقول لكم ما تعيطوش؟ لا، حقكم تعيطوا وتزعلوا. وبقى على ما اظن يعني كده ناموا شويه بقى، يعني 10-20 سنه كده ما تقوموش، خليكم بقى كده نايمين. استغطوا كده كويس جدا. اتفقنا؟ وصلوا صوتي لكابتن محمود الخطيب.
وصلوا صوتي يا جماعه ان انا الفزلوكه كنزي الاهلاويه اصغر مشجعه للنادي الاهلي، وان انا بقول ان شاء الله ان شاء الله مفيش بطوله الاهلي هيسيبها. وصلوا صوتي لكابتن رضا عبد العال، وصلوا صوتي يا جمهور الاهلي لكابتن رضا عبد العال، قولوا له ان كنزي بتقول لك ان الاهلي احسن من بيراميدز. قولوا لكابتن رضا عبد العال ان الاهلي احسن من بيراميدز واعلى من بيراميدز. كابتن رضا، الاهلي ملك البطولات. كابتن رضا، الاهلي هو اللي خد الكاس. كابتن رضا، احنا الاهلي. وانتهى الكلام، انتهى الكلام بالنسبه لي، ودي اخر حاجه كنت حابه انهي عليها. وما تنسوش تكتبوا لي رايكم على الماتش، وتقولوا لي الحلويات ومين احسن لاعب بالنسبه لكم في الماتش، وهستنى. ومبروك علينا يا جماهير الاهلي ولاداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي كاس مصر 38.